بسم الله والصلاة والسلام عليك يا حبيبنا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اليوم جيت وجبت لكم خرشف عرب، طريقة تاعو كيفاش ترقدوه ولا كيفاش تستحفظوا به. كانت واحدة كانت قالت لي كيفاش تستحفظي بالخرشف العرب، جبت لكم الطريقة هذه بربي ان شاء الله ناجحة. الطريقة هذه ديرها كيما نقولوا ما سما متعمدة عليها، ملفة ديرها صافي. كي عجبتني وسمو قلت نشارك معكم الطريقة. شوفوا هنا مانيش انا، يعني ما اني عند ما هذه ما يدير فيه الخرشف عرب. شوفوا حبيت نعت لكم كيفاش تخدموا وكيفاش تنظفوا وكيفاش تخزنوا كيما نقولوا، ها ترقدوا ولا تخبيه ويبقى هو. شوفوا نقولوا بسم الله على بركة الله ونبداو. هاي هنا يتقشر فيه، نحيلو فيه هذوك العروق، نحيلو فيه هذوك كيما نقولوا الشوك والعروق. هو واعر الخدمه خرشف عرب، خرشف عرب بزاف واعر الخدمه. فيه الشوك كيما نقولوا الشوك تاعو واعر. هذه اللي بغيت نفهمكم، هي قالت لي ماهوش واعر، فهمتوا؟ هاي هنا نقيت له نحيت له هذوك العروق وخدمته بالشريط، حكيته مليح بالشريط تاع المعن وحكيت له القارص باش ما يكحلش. وهنا يحيى ويجي يدي في الخرشوف ويروح يسرق لها في الخرشوف ويروح. ها شوف كيفاه تعجب. وتنحيلو هذوك العروق تاوعو السلوك تاوعو هذوك الكل تنحيلو فيهم. شوف راني بينت لكم، شوفوا كيفاه خرج اصلا. هنا كي نقيتو خلصيتو، جيت لقيت خدت نقي فيه حبه قرنون عندها، قالت لي نخبيها معاه. المهم الطريقه هذه تقدري تخبيو فيها القرنون. هنا واش درت له، غسليته بوسمو بالفرينه والقارص والماء زوج خطرات ولا وهي تعاود له فيه، تعاود له. شوف بقى هو ما تكحين، ما صرالو حتى زغبه، مام يديها ما يكحيلوش من القارص. شوف حكيته مليح، زيد تخير هذا تشوف كش ما تبقاوش هذوك سلوك، كش ما تبقاو وصبو كشور ولا زيد تنحيهم. شوف كيف راهي تنقي فيه. الحاجه اللي تشوفها ماشي منقيه مليح تنقيها هكذا، وتغسل وتحك بيديها باهي تدخل الفرينه والقارص باهي يبقى كيما نقولوا هو ما يتبدلوش اللون تاعو مره. ها شوفوا الطريقه تاعها كيف راهي دير. ومن بعد تولي تصفي هذاك الماء وتولي تصفي تغسلو مليح حتى يصفى لها الماء. شوفوا كيف صفى لها الماء، شوف كيف خرج ناير، خرج اخضر، قعد هو ما تحركت له حتى حاجه. ومن بعد نعطيكم طريقه كيفاش تخزنوا. هنا القارص زاد عصرت له القارص، صفيته من الفرينه وزاد تعصرت له القارص. هي هنايا باش ترقديه هو الحاجه الرئيسيه هي القارص، فهمتوا؟ وما يخرجش حامض، بالك تقولوا حامض ولا كي تبغى تخدم به تلقاه مزال هو ما تحركت له حتى زغبه. انا كنت درته في الكونجيلاتور تاع الكونجيلاتور ما يجيش مليح، سما فيه يولي كيما نقولوا حنا يجلد، كي تعودي تاكلي فيه ما تلقايش جديد. مي هذه الطريقه بربي ان شاء الله ديروها وتخرج لكم جديد، خصوصا في هكذا اللي حاب يدير البربوشه بالخرشف، اللي حاب يدير الجلبانه، اللي حاب يجي ما شاء الله. هاي هنا جبت البلاره لازم تعقميها، تكوني عقمتيها ثم تغليها في الماء الغالي، ولا كيما ولا لا عندك لافيسيل ديري لها درجه الحراره عاليه. مهم بلاره متعقمه مليح. درت لها القارص، بديت بالقارص هو الاول ومن بعد سقمت الخرشف تاعها، سقميته ثم تسقميه باش يهزلك كميه كبيره. قد ما تسقمي الخرشف قد ما يهزلك الكميه. هنا قلت وليت سعيد كل زيد سقمتها طاح لها ومن بعد ولينا سقمناه. لحناها كله ولينا سقمناها وقفناها. شوفوا قد ما تسقمي قد ما يهز لك الكميه، لازم ترصيه في بعضه. هاي شوفوا كيف راهي تلوح وترص باه ما يقعدش بيناتهم الهواء وما يقعدش بيناتهم الفيد ويهز الفراغ كيما نقولوا وتهز لك الكميه. هذه البلارات تهز قيمه كيلو ولا اكثر. وفي النص ليحه القارص، دير النص وتلوح القارص وزيد دير النص وتلوح القارص، ثم دير ما بيناتهم القارص، فهمتوا؟ ها شوفوا كيف راهي دير فيه. ثم حبيت نعطي لكم الطريقه، واللي قالت لي على طريقه الثوم بربي ان شاء الله هاني درت الفيديو، كنت درته عام الاول ولا عام الاول، دوكا وقته ان شاء الله دوك نعاود لكم طريقه تخزين الثوم بكميه كبيره ويقعد لكم اكثر من عام. هنا زادت لي حتى
زدت لي واحد القرنون وقلت لكم تحب اللي تحب دير خرشف الاخر عادي، خرشف حنا نقولوا خرشف عرب، نقولوا خرشف فرنسيس. يجي بهذا الطريقه قالت لكم هي تنجح لها 100% ان شاء الله باذن الله الكريم. حنايا نعت لكم طريقه وربي هو عالم كما نقولوا. هاي هنا ولا ديرت القارص من الفوق باش تكب الماء. دوك تشوفوا الماء واش درت فيه، ما كبتش الماء طول. انا نهار رقت القارص درت غير الماء والملح برك، ما درت له حتى اضافات. سما عمرت البلاره بالماء دافي ودرت له غرفه صغيره ملح وخبيته ومازال دوك نخدم بيه وما فزدليش. هنا هي واش جابت الماء وجابت القارص. هذه اللي خلاص لها القارص هذه جبتها من الكونجيلاتور. نتي اعصري الجي هي ناحيه اللب تاعها هذاك اللي حتو في الماء، ما حبش يدي كونجلي لها. ودارت الخل، دارت كيما نقولوا كميات كيما نقولوا في هذه دارت 2 مغارف خل، ويجي واحد 3 مغارف خل دارت ماشي 2. ودارت يجي واحد الحبه قارص ولا 2 حبات عصرتهم، ومغرفه ملح والماء الكميه حتى تتعمر البلاره تاعك. هاي خلطت كلش كيما راكم تشوفوا. عصرتها مليح وتكب القارص تاعها. القارص في وليت نحيت هذاك الفوقاني حتى نعمرت البلاره تاع تاع الخرشف بالماء. شوفوا الطريقه كيفاش تعمر البلاره كامله بالماء. سما هي يدير بالكيس دينا واحد 4 كيسين هكذاك 3 ولا 4 حتى تعمر لك البلاره. ما عادي ماهوش دافي. في القارص قلت لكم دفيوه، في الخرشف ما تدفيوهش، ديروه هكذا برك بهذه الطريقه. شوفوا ان شاء الله اللي ديرها تنجح لها. شوفوا الطريقه تاعها. تعمرت البلارات رولي رصتها، جات رصتها بيضاء باش يدخل من بين الخرشف. كي يعود مرصوص بزاف تخاف ما يلحقش من يومن ما يعقبش، فهمت. كملت عمرتها ولات كيما نقولوا دارت لها القارص من الفوق ورصتها مليح بيديها وسكرت البلاره حتى تسكريها كيما نقولوا باحكام. انا سكر البلاره هذه ما يلزمش ندير لها البلاستيك. انتي كي تعود بلاره تاعك ما تسكرش مليح ديري لها هذاك بابي سيلوفان بابي فيل. هنا واش جابت البوبيطه فيها الماء ماهوش غالي وماهوش دافي حامي. تيغليه وخليه واحد 5 دقائق يكسر يبرد شويه كيما نقولوا، ولوحي فيه قلبي البلاره تاعك وروحي فيه هذيك البلاره. حق ما تكون مسكره مليح، حق ما تتحمل البلاره تاعك تتحمل الماء لا تطرطق. وخليها حتى يبرد الماء مره ونحيها كسايتك حطيها في الفريجيدير. هنا هذه كانت عندها واحد 15 يوم اللي دارتها. هاني نعت لكم النتيجه وفي لقاء واحد اخر ان شاء الله.